السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم وصفه سهله وبسيطه، وصفه المدارس معجنات تنفع في العشاء. وصفه بسيطه وسهله هتعمليها في اي وقت، مش مكلفه حاجه خالص. هنبدا المقادير بسم الله. معانا معلقه خميره صغيره، معلقه خميره صغيره، معلقه سكر صغيره هنحطهم على الدقيق. معانا 3 معالق زيت بالشكل ده كده. خلطت المكونات بالشكل ده كده، الخميرة والزيت والسكر بالشكل ده كده. هنزل بمعلقة خل، حطيت معلقة خل كبيرة، وهنزل برشة ملح نص معلقة صغيرة، وهقلب المكونات برضو، وهنعجن بمية. عجينة اقتصادية وسهلة وبسيطة، مش مكلفة اي حاجة خالص. معانا 200 مللي مية، لو عوزنا تاني هنحط، لو ما عوزناش خلاص. بالشكل ده كده هنعجن كده. انا حطيت كوبايه الميه كلها، هنعوز برضو شويه ميه صغيره. معانا كمان نص كوبايه ميه، هناخد منها على قد ما العجينه تلم معانا بالشكل ده كده. هنعجنها عجينه ناعمه. هنعوز شويه ميه صغيره بالشكل ده كده. العجينه خدت تلت كوبايه، كوبايه وتلت بس. فاضل شويه دول من نص الكوبايه. انا حطيت العجينه هنا وحطيت رشه دقيق هنا عشان اعرف اتملكها وعجينها كويس بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. دي العجينه اهي بعد ما عجنتها بالشكل ده كده. معايا بقى نص كوبايه سمنه على زيت اهي. احنا هنقطع العجينه ديت، مش هنخليها تخمر دلوقتي، هنقطعها قطع صغيره على قد الفطاير بالشكل ده كده. هنبدأ نقطع فيها بالشكل ده كده، بالشكل ده اهي. بالشكل ده كده. هنبدأ بقى نكورها كده بالشكل ده كده. كور زي دي كده اهو بالشكل ده كده، بالشكل ده كده. كده انا كورتهم كلهم اهمت. نجيب صينيه بقى هنرصهم فيها كده.
ده كده هنسيبهم 10 دقايق بس على ما نحضر الحشوه. الحشوه بتاعتنا تبقى ان شاء الله جبنه. الحشوه المتوفره عندكم ممكن تحطوها فيها اي حشوه تعجبكم تحطوها فيها، لكن انا هحط جبنه. هحضر الجبنه واجيبها لحضراتكم. الحشوه عباره عن جبنه. دي الجبنه القريش اللي انا بعملها وعملتها فيديو قبل كده. دي معلقه هريسه شطه، فلفل احمر يعني، ومعانا حبه البركه، ومعانا كمون حصى هو مش فرماه. وطبعا الجبنه اصلا مملحه فمش هنحط ملح، فهنخلطهم مع بعض بالشكل ده كده. الجبنه دي بالطريقه دي بتبقى طعمها جميل. جبت واحده اهي من اللي انا مريحاها، احط عليها شويه زيت والسمنه اللي انا عاملاهم، وهنفرد بالشكل ده كده، بالشكل ده كده اهو. فردتها وحطيت الحشوه بالشكل ده كده. هنمسك الطرف ده كده ونعمله كده، ده كمان اهو. هنلف بقى بالشكل ده كده اهي، بالشكل ده كده اهي. اهي دي فطاير سهلة واقتصادية وبسيطة بالشكل ده كده اهي. هنفرد بالشكل ده كده اهي، بالشكل ده كده. بالشكل ده حطيت الحشوة، هضم الطرفين بقى على بعض كده بالشكل ده كده عشان تقفل على الحشوة بالشكل ده اهي، بالشكل ده كده. هنلف بقى بالشكل ده كده اهي، بالشكل ده كده اهي. هنقفل كويس من هنا كده، والحرف دون هيبقى من تحت بالشكل ده كده. دي الفطاير اهي بعد ما خلصتها. هنسيبها بقى تريح نص ساعة. بعد النص ساعة هندخلها الفرن واوريها لكم بعد ما تخرج من الفرن ان شاء الله. بس قبل كده احنا مش هنحط ولا بيض ولا اي حاجه على الوش. احنا هنحط مثلا لو انت عايزه تحط سمسم او حبه البركه هتحطي، انا هحط سمسم وحبه البركه على الوش، وبعد كده ادخلها الفرن. بعد ما تخرج من الفرن هوريها لكم ان شاء الله. يعني لازم ترتاح نص ساعه الاول كده، احنا ما ريحناش خالص في الاول ولا خمرناها. احنا التريحه بتاعتها تبقى دلوقتي بعد الشغل بالشكل ده كده. هنسيبها ترتاح. بعد ما ترتاح هنحط على وشها حبه البركه. هدخلها الفرن بقى، وبعد ما تخرج من الفرن ان شاء الله هوريها لحضراتكم بالشكل ده كده اهي. دي شكل الفطيره اهي بعد ما خرجت من الفرن. اتمنى تعجب حضراتكم. طلعت بالشكل ده اهي، الشكل جميل اهي، اقتصاديه تنفع المدارس اهي، الشكل الجميل اهيت. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم. شكلها اهيت من تحت اهي، شوفوا المنظر جميل اهي. بصوا حضراتكم اهي جميله بالشكل الجميل ده اهيت. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.